يا بجح جاي تتكلم معايا على اهدار مال عام عشان خاطر رضا سليم وعمر الساعي. طب انا يا عم حلوه اللعبه دي وعجبتني وهلعب معاك نفس اللعبه. يلا بينا. مبدئيا كده الرقم القياسي في اهدار المال العام في مصر، الرقم ده مسجل باسمك انت في صفقه خالد بوطيب. خالد بوطيب قبل ما يجي لك ما كانش فيه ولا نادي دفع فيه جنيه، انت الوحيد بس اللي دفعت فيه فلوس. الصفقه دي بالغرامات بقيمه العقد بالفلوس اللي انت اشتريته بيها كلفت عليك تقريبا 7 مليون يورو. انت متخيل الرقم عامل ازاي؟ وكمان محمد أناجم اللي انت اشتريته ب 350 الف يورو اعرته تقريبا موسم واحد بس ب 100 الف يورو وفي الاخر برضه مشي فري. وحميد احداد اللي انت اشتريته برضه بمليون و200 الف يورو بس في الحقيقه ده ما مشيش فري، ده مشي ب 85 الف يورو. رقم قياسي. تحب اجيب لك تاني؟ هجيب لك تاني. ابراهيم انضاي اللي انت اشتريته ب 850 الف يورو وبرضه في الاخر مشي فري. كل اللي فات ده بقى كوم، وزياد كمال ده كوم تاني خالص. العقد الغريب اللي انت كنت عامله له لما كنت بتسجل في دوره رمضانيه كان نادي انبي بياخد منك فلوس وكمان كان اعاره مش بيع. وطبعا مش هننسى فرجاني ساسي اللي انت اشتريته ب 3 مليون و400 الف يورو وبرضه في الاخر مشي فري. يا راجل ده انت اشتريت عمرو السيسي بمليون يورو وبرضه مشي فري في الاخر. فانت اوعى تتكلم على اهدار المال العام، انت اصلا مفسده تاريخيه بس عشان خاطر انت الننوس هم بيطبطبوا عليك.